هنعمل النهاردة مع بعض وصفة من الوصفات السهلة واللذيذة والبسيطة وسريعة جدا، ما بتاخدش وقت ولا مجهود، وكمان في الطاسة على البوتاجاز، يعني مش محتاجين ان احنا نفتح الفرن. كفتة فراخ بأبسط ما يمكن. يلا بينا نشوف احنا هنجهز ازاي. معايا بصلة متوسطة وواحد فلفل رومي احمر، هنضربهم مع بعض كده في الكبة ضربة جامدة، وعليهم معلقة ملح وهصفيهم. هاخد المية بتاعتهم كده واسيبها عندي على جنب عشان هستخدمها تاني. ده بالظبط كان 400 جرام من الفراخ المفرومة، كان وراك على صدور. حطيت عليهم الفلفل الأحمر والبصل، بقدونس، معلقتين من البقسماط والبهارات بتاعتي، معلقة فلفل اسود، معلقة بابريكا، معلقة كزبرة ناشفة، ونص معلقة ملح. بخلط كل المكونات دي مع بعض كويس قوي كده، وبسيبها عندي في التلاجة أقل حاجة ساعة، علشان الفراخ تشرب كده من التتبيلة وتتمسك وتسقع شوية وما تفكش معايا. بعد كده بنعمل ايه؟ باخد المية، بدل ما بحط ايديا في مية علشان اعرف اصبع الفراخ، المية اللي نزلت مكان البصل والفلفل الرومي ببدأ ابل ايديا فيهم واشكل الفراخ. انا جبت عودين من الخلل، حطيتهم مع بعض وبدأت اصبع عليهم. وهنا لما خلصتها بالشكل ده كده، هبدأ في طاسة سخنة على النار فيها معلقتين سمنة على النار كده. أول ما الاقيها أخدت وش أقلبها على الناحية التانية. تسوية الفراخ مهمة جدا، بخليها تاخد لون حلو من الوشين. بعد كده بحط تقريبا نص كوباية مية واسيبها على النار لحد ما بتشرب المية وتستوي بالشكل الجميل ده. خطيرة، بصوا لونها عامل ازاي، حلوة جدا. الخطوة الجاية بقى اختياري، اللي ما بيفضلهاش ما يعملهاش، بس انا بحب قوي ريحة الفحم تبقى في اي حاجة كده، كفتة او فراخ او اي حاجة مشوية. حتة فحم وحطيت عليها نقطة زيت بس، وسبتها كده 10 دقايق وبس. كده الوصفة خلصت، سريعة قوي وبتنجز، ونقدر نجهزها ونحطها في الفريزر لأي وقت نستخدمها. نطلع الكيس ونعملها الأشكال اللي احنا عايزينها على طول. أتمنى لو عجبكم الفيديو انكم تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.